السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا الجبن، واحد الوصفه ديال الجبن راه كتجي بنينه وزوينه بزاف. كنتمنى تجربوها، راه سهله. دابا ان شاء الله عندي هنا لترو ديال الحليب، غنرميه فوق البوطه حتى يغلى مزيان ان شاء الله. وغنزيد له عندي هنا، وغنزيد له يطرو ديال اللبن. عندي هنا اطرو ديال الحليب ويطرو ديال اللبن. الا بغات دير جوج يطرو ماشي مشكل، راه كيجي بنين. دابا غنرمي الحليب ديالي يفيض ونرجع معكم. البنات من بعد هنا كديروا شويه الملحه، غير على حساب باش يجيكم شويه. كديروا شويه الملحه، اللي بغى يدير الملحه يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. صافي، ونخليو الحليب ديالنا حتى يفيض ونحطوه فوق البوط، ونحطوه ونرميوه معاه اللبن. صافي البنات، من بعد ما فاض الحليب ديالي ها هو راه سخون، كتهزوا الحليب السخون طايب غير كتحيدوه من فوق البوطه، كتكبوا عليه الحليب اللبن، كتكبوا عليه اللبن. ها هو صافي، كتبقاو تحركوا بحال هكا، هو كيولي لكم. ها هو الجبن ديالكم صافي البنات. ها هو الجبن ديالي تبارك الله، ها هو كيجي. شتي؟ ها هو الجبن ديالي كيجي تبارك الله ما شاء الله، كيجي زوين وكيعطي حتى كيعطي الخير ديال الجبن ما شاء الله. غنصفيوه، اللي عندها الزفت، داك الزفت حياتي تصفيه شي دريره بحال هكا، اللي عندها شبيكه، اي واحد اللي عنده شي حاجه. انا كنصفيه غير في هذه، غير في هذه الشبيكه هذه سميتو، هاد الشكاله، هاد الصفايه. صافي بسم الله. صافي كنخليها يتقطر مزيان معنا، ونرجعوا ان شاء الله باش نديرو في الطبيسيله ديالنا. كتخليه واحد 2 سوايع يقطر، واحد 2 سوايع يسقطر، وديروه وتقدموه الفطور ولا راه كيجي بنين. وهاد الماء ما تلوحوش بها البنات، راه مزيان بزاف. هذا عجنوا به الخبز، عجنوا به البيتزا، عرفتي كيجي كيجي زوين بزاف. تعجنوا به البيتزا ديالكم ولا تعجنوا به الخبز، ما تلوحوش هاد الماء البنات، راه مزيان بزاف. صافي ملي يسقطر لي الجبن ديالي ونرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. نتمنى هاد الجبن تجربوه ان شاء الله ويعجبكم. صافي ها البنات، من بعد ما وجدت الجبن ديالي ها هو كيجي. كنتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم، وديروه بالحليب الطبيعي ديال البقر هو واللبن. كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، ودعمونا اخواتاتي في القناه. والله يجازيكم بخير. الوصفه قادمه ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه هذا الجبن ويعجبكم.